يقول نبدأ بذكر مسير الشمس تسير ومغير مجرى القمر عن صنعها، وفي الكون له حكمة وقدرة وتدبير اللي رفع 7 و7 وضعها، ومقدر أجال المخاليق تقدير أجال قربها والأخرى دفعها، ومنزل القرآن بشرى وتحذير وطب القلوب المؤمنة من وجعها، ومن صنعها الإنسان والجان والطير، وكون جميع الكائنات وصنعها اللي منع محد عطى بيدها الخير، وعطيته لا جات محد منعها. هذا وعندي للوجيه المسافير نصيحة يصغي لها من سمعها، نصيحة اللي قد حصل فيه تقصير ونفس الفتى تغويه لو ما ردعها. ما نكسب الجنة بجمع الدنانير إلا نرد نفوسنا عن طمعها والموت فينا. لو حصل فيه تأخير لحان يومك تلها وانتزعها في ساعة معاد للعقل تفكير، لو وقفت معاد شيء نفعها. لو كان ربعك فوق راسك طوابير، لو تجتمع ما ينفعك مجتمعها، وأول منازل الآخرة هي المناعير، الحفرة اللي ما أدري ويش معها، تسمع القرع نعالهم وانت في البير، عقب الوساع يضيق بك متسعها. أما من الجنة تجيك التباشير، ولا جهنم والحجر من ولعها، واذكر نهار يحضرون التقارير، وكل يشوف أعمالها اللي جمعها، ويقال لك معاد فيها معاذير. شوف الحقائق والمعاذير دعها، يسعد من وحد ولا خالف السير، واصل مناهيج السلف واتبعها. صلى الصلاة وطهر المال تطهير، والنفس عن كل المعاصي رفعها، وصام رمضان وحج قبل المقادير، والرحم لو تقطع وصل ما قطعها، ولقتنا في وسط بيته تصاوير، وكل أجهزة هدم العقيدة قلعها، ولا راح للكاهن ولا علق السير، ولقمة ربا من خلقته ما ابتلعها. هذه مواعظ للنشامة وتذكير، وصابها رب العباد وشرعها، وترل الهوى وابليس في النفس تأثير. احفظ لنفسك عزها وامتنعها، وترى جليس السوء كان افخل كير، ان كان ما حرق ثيابك طبعها.